لو عايز تعرف رقم الحساب المصرفي الدولي أو الآي بان لحسابات بنك السي اي بي، سواء كنت مشترك في خدمة الإنترنت البنكي أو لأ، تابع معانا الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير عليكم جميعا. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف إزاي نجيب رقم الحساب المصرفي الدولي واللي اسمه الآي بان الخاص بحسابات بنك السي اي بي، واللي بيستخدم في عمليات تحويل الأموال سواء الإرسال أو الاستقبال. وهنعرف مع بعض إزاي نجيب الآي بان بطريقتين. الطريقة الأولى لو أنت مشترك في خدمة الإنترنت البنكي الخاصة ببنك السي اي بي، والطريقة التانية لو أنت مش مشترك في الخدمة دي أو حتى مشترك في الخدمة بس معاك رقم الحساب العادي للشخص اللي هتعمل له التحويل وعايز تعرف رقم حساب الآي بان الخاص بيه. هنبدأ نعرض مع بعض الطريقة الأولى، وهي من خلال خدمة الإنترنت البنكي. وبعد تسجيل الدخول على الخدمة وأنت على الصفحة الرئيسية هتروح على لينك كشوف الحساب، وهتضغط على كشوف حسابات الإيداع. هيفتح لك الصفحة اللي هتختار فيها الحساب اللي أنت عايز تعرف الآي بان الخاص بيه. وخلي بالك لو ليك أكتر من حساب هيبقى كل حساب ليه رقم حساب مصرفي دولي أو آي بان مختلف عن التاني. يعني رقم الحساب المصرفي الدولي الآي بان مش رقم ثابت لكل حساباتك، لا ده كل حساب ليه رقم خاص بيه. المهم من هنا هتحدد أو هتختار الحساب بتاعك واللي أنت عايز تعرف الآي بان بتاعه. هيقوم النظام بعرض تواريخ كشوف الحسابات المتاحة للحساب اللي أنت اخترته. هتختار تاريخ كشف الحساب اللي أنت عايز تعرضه. احنا هنا هنختار آخر أو أحدث كشف حساب تم إصداره، فهيتم عرض كشف الحساب قدامك. طبعا من هنا هتقدر تعمل داونلود لكشف الحساب بأي صيغة من الصيغ المتاحة، وهي ملف PDF أو وورد أو إكسل. هنيجي بقى لكشف الحساب وهتلاقي فيه جدول موجود أعلى الصفحة من فوق. الجدول ده فيه بيانات ومعلومات الحساب، يعني هتلاقي هنا تاريخ إصدار كشف الحساب، وتحته اسم صاحب الحساب، وهنا عملة الحساب. والناحية التانية هنا هتلاقي رقم الحساب العادي أو التقليدي، وتحته على طول بقى هتلاقي رقم الحساب المصرفي الدولي أو الآي بان. والآي بان في مصر مكون من 29 رمز، بيبدأ بحرفين اللي هما EG، ودي اختصار لكلمة ايجيبت واللي بتمثل مصر. بيجي وراهم 27 رقم عشان يكون الإجمالي كامل 29. وهتلاحظ هنا إن رقم الحساب العادي تم تضمينه وبقى مدمج داخل رقم الآي بان. ودي كده تبقى الطريقة الأولى اللي تقدر تعرف بيها رقم الحساب المصرفي الدولي لحسابك. هنبدأ دلوقتي عرض الطريقة التانية لمعرفة رقم الحساب المصرفي الدولي الآي بان لحسابك أو لأي حساب تاني. هتروح على الصفحة الرئيسية لبنك السي اي بي وهتلاقي اللينك بتاعها موجود في الوصف أسفل الفيديو. هتضغط هنا على البنك التجاري الدولي، ومن القائمة اللي هتظهر هتختار الأفراد. هيفتح لك الصفحة الخاصة بحسابات الأفراد. هتروح تضغط على لينك القنوات الرقمية. هيفتح لك صفحة فيها معلومات الخدمات الإلكترونية اللي بيقدمها البنك، زي مثلا خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الذكية وغيرهم من الخدمات الرقمية. المهم هتنزل تحت في الصفحة لحد ما تلاقي خدمة الآي بان، وبعدين هتضغط هنا على احصل على الآي بان الخاص بك. هيفتح لك شاشة تقدر من خلالها تعمل حاجتين. أول حاجة هي الحصول على الآي بان، وده في حالة إنك ما تعرفش أصلا رقم الحساب الدولي الآي بان. تاني حاجة هي التحقق من الآي بان، وده في حالة إن معاك الآي بان وعايز تتأكد إذا كان صحيح أو لأ. هنروح نشوف الحالة الأولى، وهي إنك ما تعرفش الآي بان ولسه عاوز تجيبه. هتيجي هنا وهتسجل رقم الحساب بتاعك أو رقم الحساب اللي أنت عايز تعرف الآي بان الخاص بيه. وبعدين لازم تعلم هنا على أنا لست برنامج روبوت، ولما هتظهر لك علامة الصح باللون الأخضر هيتم تفعيل زرار التقديم. فهتضغط هنا على تقديم، فهيقوم النظام بعرض الآي بان الخاص برقم الحساب اللي أنت سجلته. الوقت هنروح نشوف الحالة التانية واللي اسمها التحقق من الآي بان، وده لو انت معاك رقم الآي بان بس مش متأكد منه او شاكك فيه وعايز تتأكد من صحة الرقم ده. فهتسجل هنا الآي بان اللي عايز تتحقق منه، وبعدين هتعلم برضو على انا لست برنامج روبوت. وبعد ظهور علامة الصح الخضراء وتفعيل لينك التقديم هتضغط على تقديم. لو رقم الآي بان اللي انت سجلته صحيح هيقوم النظام بعرض رسالة ان رقم الآي بان صالح، ولو غلط او مش مظبوط هيقولك انه رقم غير صالح. وفي الحالة دي لازم تجيب رقم الحساب العادي علشان تقدر من خلاله تحصل على رقم الآي بان من خلال رابط الحصول على الآي بان. وبكده يبقى عرفنا طرق الحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي الآي بان من خلال كشف الحساب من خدمة الإنترنت البنكي ومن خلال صفحة البنك الرسمية. يا رب نكون أفدناكم،
وشكرا لكم.